تعالوا اما ندخل الاول على الفيديو كده بسرعه واقول لكم قبل ايه ما انسى او إيه يعني اروح منكم في اي حته تانية. دلوقتي معانا كيلو دقيق ومعانا خميره وملح وسكر، هنعجنهم عشان نعمل عيش للحواوشي. ماشي، نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي يا حبايب قلبي وحشتوني من الفيديو اللي فات قد الدنيا، ودي قناة انا وسلفتي في المطبخ. واللي بيشوفنا لاول مرة وما اشتركش بسرعة بسرعة يشترك ويدوس على الجرس اللي على شمال الفيديو علشان يوصلوا كل جديد باشعاراتنا والفيديو اللي ينزل. تمام تمام. وما ينسانيش بقى في لايك حلو كده زيه او زيها، وكومنت حلو تذكروا الله وتصلوا على النبي فيه، او يعني المهم ايه ما تنسوناش بدعوة حلو. وهنا بقى ضفنا ايه على المكونات اللي قلناها قبل كده: بيضة وحوالي 3 او 4 معالق زيت. تمام تمام كده. وبنعجن بمية دافية، يعني لا هي ساقعة ولا هي سخنة، عشان احنا في الشتاء. قلنا بقى نقول المكونات من اول وجديد كده: كيلو دقيق، ظرف خميرة او اللي هو ما يعادل يعني حوالي 10 جرام، ومعلقة سكر، ومعلقة صغيرة ملح، وحوالي 4 معالق زيت او 3 معالق، وبيضة. كده تمام تمام. نعجن بقى وايه ونخدمه تمام التمام كده، ونحاول ايه نلم العجينه في ايدنا. يعني انا معيرتش الميه، انا الكوبايه اللي انتوا شفتوها بحط منها دي كانت مليانه. فعلى قد العجين اللي في ايدك زي ما ياخد انت هتحس بملمس العجينه وهتشوفي، لان يعني هو عامل ازاي في ايدك، لان في دقيق بيختلف من دقيق للتاني، يعني بياخد ميه على حسب نوع الدقيق. فزي ما بقولكوا كده في انواع كتير، وكل نوع بياخد ميه غير التاني. تمام. انا بقى يعني ابني شابط فيا وعايز حواوشي، فانا اسكت دي تيجي لا ما تجيش ابدا. قلت اعمل له حواوشي. جيت ابص انا مش عارفه، طب هم راحوا الدروس، طب حد يجيب لي عيش، ما فيش عيش. كنت انا جايبه لحمه مفرومه وايه وما جبتش عيش. ايه المهم قلت طيب خلاص طالما في دقيق وفي ميه واللي فيه عينين وراس نعمل عمايل الناس، ولا هي دي كده برضه. ايه المهم رحت جايه ايه، قلت دخلت على المطبخ بقى وقلت ما بديهاش الشمر وديها واعجن الكيلو دقيق اللي عندنا ده. الكيلو دقيق وزي ما تيجي تيجي. هو في شوية اغلاط كتير كده يعني، بس ايه استمحكوا عذرا بقى يعني تسامحوني. المهم وقت ما تيجي ميعاد الاغلاط دي هقول لكم عليه. وبعد ما عجنا بقى العجينة واديناها شوية حلوين كده وشمال ويمين، المهم خدمناها تمام. ايه ندور بقى يعني نلفها ونغطيها، احنا فين في الشتاء، فندفيها في مكان دافي ونغطيها كده حلو عشان تخمر لعند ما ايه ما يتضاعف حجمها. فهنا بقى كان معايا اللحمة المفرومة وحوالي كيلو بصل وبرضه فلفل اخضر وفلفل وقرن شطة. هنا اللحمة المفرومة أنا كنت عايزة أضربها مع يعني أفرمها في الكبة مع البصل. بس لقيت اللحمة هتنعم قوي، دي برضو من ضمن الغلطات اللي كنت هقع فيها. بس رجعت تاني، لأني يعني سلفتي كانت واقفة جنبي في الوقت ده، فبقول لها قالت لا ما تنعمهوش. قلت لها تمام. المهم احنا على طول يعني ما بنعموش، بس انا كنت عايزه يعني اخلي الخليط ده كله يتجانس في بعضه ويشرب كده من بعض. لقيته هي البصل طبعا هفرمه مع اللحمه فيسر ميه، لان انا فرمت البصل لوحده وصفيت ميته وحطيته على اللحمه زي ما انتم شفتوه كده. وبرده الفلفل ومعاه توم، فلفل اخضر وفلفل وشطة وتوم وبصل واللحمة، وحطيت عليهم بهارات فلفل اسود وملح ومعلقة صغيرة كمون وبهارات حواوشي. تمام تمام كده.
وكل ده بقى يعني عجنته ببعضه كده لعند ما تجانس مع بعضه، وبقى تمام التمام. ودانا فين؟ على التلاجة. وده شكل العجينة. معلش هو المقطع ده تصويره مش قوي، الله يسامحها بقى. المهم دي العجينة بقى اللي عند ما حجمها اتضاعف كده وزاد، فقلنا نجيبها ونعمل نقطعها كور كده على قد ما انت عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة زي ما انت عايز. الغلطات بقى اللي انا وقعت فيها ان انا عملتها الكور دي، يعني المفروض كنت عملت الرغيف قطعتين. فاهمين ازاي؟ يعني كنت واحدة في الفرش والتانية غطا زي ما بيقولوا كده. كنت اعمل قطعة افردها زي دي كده واحط عليها اللي هو الخليط اللي هو اللحمة او الحواوشي، والتاني برضو افرده واحطه طبقة تانية فوق. انما انا دي غلطة وقعت فيها برضو. اني لميت العجينة بقى على بعضها كده واجي اعملها اخبزها تتقطع مني. فيها كام واحدة يعني اغلبهم ما بقوش يغطوا اللحمة المفرومة يعني او الخليط اللي جوه العجينة ده. لان طبعا انا بقوم جايه حاطه فيها الخليط اللي هو بتاع اللحمه زي ما انتوا شفتوا كده يعني. وبقوم جايه حطاها لمها تاني كده زي ما اكون بلم زي ما بيقولوا عليها بقجه. يعني مش فاكره الاسم بالظبط. بس بقوم جايه لما العجينه كده كده على بعضها، واقوم جايه حطاها ترتاح شويه عشان اما اجي افردها تفرد معايا بالسهوله. يعني اخليكم متابعين معايا. شوفوا انا حسيت ان هي كل ما ببطط فيها مش بتفرد او. فقمت جايه برضو عاملاها، وقمت جايه يعني عامله عليها خبز عليها شويه، وقمت حطاها في جنب عشان ترتاح، علشان تفرد تفرد معايا بكل سهوله كده وتريحني في الفرد. ما انا بقول لكم معلش بقى يعني المقطع ده هو اللي بعيد شويه. ولادي كانوا هما اللي بيصوروني. المهم ما تنسوناش بقى بدعوة حلوة كده منكم ونسمي الله ونصلي على النبي او نذكر الله فيه، او زي ما انتوا عايزين. دي ما شوفوا بقى هنا الغلطة اللي انا بقول لكم عليها، يعني كذا واحدة بالطريقة دي. الكيلو دي عمل لي 16 رغيف. كان المفروض يعني اعمل زي ما انا قلت لكم كده في الاول. رصيتهم في الصواني ودخلتهم الفرن. واحدة منهم كانت هنا بقى كنت بقلبه، وواحدة منهم كانت لزقت يعني علشان اما اجيب معلقة واعملها. فهنا بقى كان ولادي ساعة ما اجوا من الدروس قلت لهم طب افنش؟ قالوا ولا نفنش ولا تعملي اي حاجة، هاتلنا الصينية زي ما هي. طب يا جماعة ربنا يهديكوا، طب مخلل ولا حاجة؟ قالوا مش عايزين. في نص الأكل بقى كده واحنا قاعدين إيه إيه محمود بيقول لي هات اما اروح اجيب كاتشب. ده في الوقت ده كده قلت له كاتشب ايه يا ابني؟ يعني كاتشب تاكله لوحد؟ الكاتشب ده يعني يتاكل لوحده؟ ما خلاص خلصتوا اكل الغدا. وده كان غدانا. وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب.